هاتي قهوتك وتعالى رسيكي. حبايب قلبي، قبل الجواز نصيحتي ليك لازم تقعد تتفق مع شريك حياتك على 4 حاجات. أول حاجة إن وقت الزعل إحنا مش بنقرا الأفكار. يعني ربنا مش خلقنا بنقرا الأفكار، فلو جواك حاجة قولها. تاني حاجة، وقت الغضب هديها، اقرا لها قرآن، كبر لها في ودنها، ما تقولهاش هسيبك لما تهدي، لا، قول لها مش هسيبك إلا لما تهدي. ايه ده؟ وانا متجوزاك عشان تسيبني اهدى لوحدي؟ تالت حاجة وقت الغيرة اوجد حلول، ما تديش اعذار. يعني نادية بتكلمك ليه؟ تولع نادية، مش هكلم نادية تاني، انجز نفسك. رابع حاجة وقت الغلط، احنا بنعتذر من بعض عادي، احنا بنعرف نقول ام سوري، مش لازم العند، ما يبقاش فيه سبيس للعند ما بيننا. وفي فترة كده بعد الجواز مشاعرنا بتهدى، دي مش قلة حب، لا ده الجواز، هو الجواز كده عادي ريفرش. اسافر سفريه مجنونه، اجدد من طاقه حبي. ولو في مشاكل بعد الجواز ابعتولي هقول لكم ان الست دي انا هتجوزها تبقى ام ولادي لحد ما نعجز، ولكن مش جواز وخلاص. انت بقى بالذات تحط في دماغك وفي ودنك الرسول عليه الصلاه والسلام قال: واستوصوا بالنساء خير. رسي.